ادعكيها بقى براحتك خالص لحد ما تحسي ان بصي كل الفراخ والملح والتتبيله بقوا حاجه واحده. هيكون عندي الرز برد، هو هنا كان برد شويه ما كانش برد قوي، بس يستحسن سيبيه يبرد احسن يعني اكتر. بعد كده على طول هبتدي احشي الفراخ كده، هامله بطنها. انا هنا مش هحطه في الزور زي ما بنعمل في الحمام، لا انا هامله الفرخه من بطنها بس. وهنا بقى عندك اختيارين بعد ما تعبي الفراخ كده او تحشي الفراخ. يا اما حابه تعمليها بخله كده تقفليها ماشي، عايزه تكتفيها زي ما انا مكتفاها كده ماشي. هي في اي حال من الاحوال ما بتتفتحش من تحت لان احنا مش هنسلقها، ده احنا هنشويها كمان. بصوا حطيتها في صينيه بدون اي ميه ولا اي حاجه خالص ولا اي سوائل. معايا ورقه زبده بلاها ميه، خليكم فاكرين بلاها ميه.